لأن الصحة ثروة الإنسان العاقل، ولأنها أغلى ما يملك، وهي السلامة والعافية من المرض. كل هذا لأجلك ولأجل أسرتك، ولكي تنعموا بصحة جيدة، ولأننا نهتم بأمركم. لذا راديو الأمل FM يرشدكم لأجل صحتكم، ويقدم لكم البرنامج الإذاعي الصحي. كن بصحة. إعداد مؤسسة الطبيب الزائر التنموية. تقديم شادي محمد. مونتاج وهندسة صوتية معتز سالم. كن بصحة. إنتاج راديو الأمل FM 2023. كن رياضيا وكن في غذائك يا صديقي متزن، وامنح الدنيا نشاطا وبهاء وازدهارا ونماء. أثمن الأشياء صحة تنمو على نهج قويم. أثمن الأشياء حينما الأجساد بالعقل السليم. أنت أقوى حينما تمضي على الدرب الصحيح وتستقيم للحياة. أنت أقوى حينما تمضي على الدرب الصحيح وتستقيم للحياة. مستمعينا الأكارم، مستمعي راديو الأمل FM، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الأولى من هذا البرنامج الصحي كن بصحة. هذا البرنامج الذي سوف يأتيكم خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، ومن هذا البرنامج نرحب من جديد بكم ونقول لكم أيضا كل عام وأنتم بألف خير وشهر مبارك عليكم. في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم سنتحدث ونجوب حول مواضيع تهم مستمع الصائم وأيضا المجتمع بشكل عام، وسيكون معنا ضيفا في جميع الحلقات هذا البرنامج كن بصحة الدكتور نادر عمر باضفاري، طبيب عام. نرحب بك دكتور نادر في هذا البرنامج كن بصحة، وشهر مبارك عليك. أهلا وعليكم إن شاء الله، وينعاد علينا بالصحة والعافية بإذن الله. طيب دكتور نادر، في هذه الحلقة الأولى وفي هذا البرنامج كن بصحة اليوم سنتحدث ونجوب مع المستمعين ومعك دكتور حول السكري ورمضان. طيب ما هو مرض السكري؟ ممكن تعرف المستمعين عن مرض السكري؟ أيوة. مرض السكري هو ارتفاع نسبة السكر في الدم فوق المستويات الطبيعية، وتكون أعلى من 126 عند الفحص صائما أو 200 بعد الإفطار. طيب جميل جدا دكتور. طيب دكتور، للسكري أنواع متعددة، ما الفرق بين كل واحد على حدة؟ مرض السكري له نوعان، النوع الأول والثاني. النوع الأول وسببه غالبا ما يكون مرض قد يكون وراثي، وفيه تهاجم الأجسام المضادة في جسم الإنسان الخلايا المسؤولة عن إفراز الأنسولين. نعم. أيوة. وبذلك يعاني المريض من فقدان تام للأنسولين في الدم. يظهر غالبا في الأطفال في فترتين عمرية ما بين 4 و6 سنة، وبين 10 و14 سنة. جميل. النوع الثاني وهو النوع الأشهر والمنتشر بين الناس، وغالبا يكون بسبب عامل وراثي، ولكن الأكثر هو سلوك الحياة للشخص نفسه، وفيه تكون حساسية المستقبلات للأنسولين في الخلايا الجسم ضعيفة، ومصاحبة أيضا لضعف في خلايا المفرزة للأنسولين، وغالبا ما يظهر في الفئة العمرية أكثر من 40 سنة. جميل. طيب دكتور نادر، كيف يتم تشخيص هذا المرض؟ مرض السكري يتم تشخيصه عن طريق إما فحص الدم فاطرا، وكما قلنا عرفنا في التعريف فوق أنه أكثر من 200. نعم. أو صائما أكثر من 26 مع وجود أعراض مرض ارتفاع السكر الدم. نعم. أو عن طريق فحصين للدم، وكلا الفحصين يكونوا مرتفعين سواء صائم أو فاطر وبدون وجود أعراض.
وعلشان يتم توضيح الموضوع قراءة فحص السكري للمستمعين. بالنسبة لفحص السكري الدم صائما، إذا كانت القراءة ما بين أكثر من 126 تعني إصابة المريض بمرض السكري. أما إذا كانت ما بين 100 و125 تعني أن المريض في مرحلة ما قبل الإصابة، ويجب الانتباه للحالة. والقراءة الصحيحة والطبيعية يجب أن تكون أقل من 100 في حالة الصوم الفحص صائما. نفس الشيء بالنسبة لفحص الدم فاطرا، أكثر من 200 تعني إصابة المريض بداء السكري. ما بين 140 إلى 200 تعني مرحلة ما قبل الإصابة بالمرض وأيضا يحتاج رعاية. وأقل من 140 هي القراءة الطبيعية للشخص السليم. دكتور، طيب للمرض السكر هل له أعراض معينة؟ طبعا في أعراض معينة لمرض السكر، وتظهر غالبا تظهر عند زيادة السكر في الدم. أشهر الأعراض كثرة شرب الماء، كثرة العطش برضو، كثرة الأكل أو الشعور بالجوع دائما، والمعروف عند عامة الناس، بالإضافة إلى نقصان الوزن، الشعور بالإرهاق، تشوش أو تشتيت الرؤية، وعدم التئام الجروح. وهذا غالبا يكون في كبار السن لما يصابون بجروح في القدم ولم يلاحظ عدم التئامها لفترة طويلة، بعد يعني يحاول معالجتها ويلاحظ عدم التئامها. جميل جدا. دكتور نادر، لازلنا متواصلين في هذا الحوار الشيق في هذا الموضوع حول السكري ورمضان، لكن خلنا نذهب مع السادة المستمعين بفاصل قصير ونعود لكم. عدنا إليكم مستمعينا الأكارم، مستمعي راديو الأمل FM، ولازلنا معاكم في هذه الحلقة وهذا البرنامج كن بصحة، الذي يأتي من إعداد مؤسسة الطبيب الزائر التنموية المتمثلة بالدكتور نادر عمر باضفاري. دكتور نادر، لازلنا متواصلين معك في السكري ورمضان. طيب، هل هناك تفسير لأعراض السكري مثل كثرة التبول، كثرة الشعور بالعطش، كثرة الإحساس بالجوع، رغم أن مستويات السكر مرتفعة في الدم؟ بالنسبة لكثرة البول، غالبا ما يكون سببه بسبب زيادة السكر في الدم، وبالتالي الكلى تقوم بإخراج السكر الزايد إذا خارج الجسم، وبالتالي السكر يسحب معه الماء في الكلى فيسبب كثرة التبول. أما كثرة الشعور بالعطش فهو نتيجة العرض الأول وكثرة التبول. وبالنسبة للشعور بالجوع سببه ضعف مستقبلات الأنسولين في الخلايا، مما يقلل كمية السكر داخل الخلايا، فيزيد السكر في الدم وتبقى الخلايا جائعة، وبالتالي يشعر الشخص بالجوع. طيب دكتور، هل هناك مضاعفات لمرض السكري؟ أكيد في مضاعفات. للسكري مضاعفات كثيرة على مستوى أعضاء الجسم، من أشهرها التأثير على العين والشبكية، وقد يؤدي إلى العمى إذا تم تجاهل المرض ولم يتم علاجه بشكل صحيح. أيضا على عضلة القلب، ومن الممكن أن يسبب ذبحة صدرية. برضو يؤثر على الكلى ووظائفها، ولا سمح الله قد يسبب فشل كلوي إذا تم تجاهل الأمر. أيضا إذا لم يتم الالتزام بالعلاج بشكل صحيح ولم يتم معالجة مرض السكري، إضافة للجروح في القدمين وتفاقم الأمر إذا لم تتم معالجة المرض، قد ينتج عنه بتر القدم. طبعا موضوع مرض السكري خاصة في هذه الحلقة سيطول معنا دكتور، نستكمل بقية الحلقة في حلقة يوم الغد مستمعينا الأكارم. مرحبا بكم مستمعي الأعزاء في كل مكان في هذه الفقرة من برنامجكم كن بصحة. هذه الفقرة برعاية مديمة لأدوات التجميل والأدوية. شامبو علاجي بمكونات طبيعية يمنع تساقط الشعر، سي ميد 300 ملي. المواصفات: يحمي الشعر من التساقط، وينعم فروة الرأس، ويوفر لمعانا مميزا، ويحفز نمو الشعر، ويحتوي على 16 مركب كيميائي من ضمنهم البيوتين، فيتامين بي ومجموعة الفيتامينات A E B H، يساعد على تعزيز نمو الشعر، يمنح فروة الرأس، وله تأثير مضاد للالتهابات، يقوم بتقوية الشعر، ويمنع فيتامين A من تساقط الشعر باعتباره أداة تجدد الشعر وفروة الرأس. يقوم فيتامين B بتعزيز نمو الشعر، وفيتامين ه
يقوي الأوعية الدموية حول بصيلات الشعر، ويعزز نمو الشعر، ويزيد من عدد الشعر الجديد بنسبة 21%، يزيد من كثافة الشعر بنسبة 22%، ينظف الشعر وفروة الرأس، ويغذي الشعر ويجدده، ويقوي ألياف الشعر، يمنع تساقط الشعر. يعتبر الحل الأفضل لحماية الشعر من القشرة، مناسب لجميع أنواع الشعر. طريقة الاستخدام: يتم وضع كمية مناسبة من الشامبو على الشعر وفروة الرأس، يفرك بلطف ويشطف بالماء. وللحصول على أفضل النتائج ينصح باستخدام الكورس المتكامل من سي ميد العناية بالشعر. شامبو، بلسم، لوشن، أمبولات، بلد الصنع، بولندا. ما نوع المنتج الذي تم عرضه في حلقة اليوم؟ للإجابة يرجى إرسال الإجابة الصحيحة على رقم الواتساب 7765802229. مستمعينا الأكارم، مستمعي راديو الأمل FM، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة الأولى من هذا البرنامج كن بصحة. نهاية البرنامج نشكر الدكتور نادر عمر بضفاري، وأيضا نشكر مؤسسة الطبيب الزائر التنموية. لقانا يتجدد بكم في حلقة يوم الغد. مستمعينا الأعزاء، دمتم في أمان الله. كن بصحة. إعداد مؤسسة الطبيب الزائر التنموية. تقديم شادي محمد. مونتاج وهندسة صوتية معتز سالم. كن بصحة. إنتاج راديو الأمل FM 2023. كن رياضيا وكن في غذائك يا صديقي متزن، وامنح الدنيا نشاطا وبهاء وازدهارا ونماء. أثمن الأشياء صحة تنمو على نهج قويم. أثمن تمضي على الدرب الصحيح وتستقيم للحياة. أنت أقوى حينما تمضي على الدرب الصحيح وتستقيم للحياة.